لو حد طلب منك تملى الفورم اللي هي اسمها ال I-134 ده غالبا كده انت هتبقى كفيل مالي لشخص داخل امريكا بس بشكل مؤقت. الفورم دي اسمها Declaration of Financial Support، يعني اقرار دعم مالي مؤقت. فكرتها بسيطة جدا، انت بتقول للحكومة ان الشخص ده مش هيبقى عبء مالي على الحكومة الامريكية. ومهم تعرف ان لازم فورم منفصل لكل شخص مستفيد، يعني لكل شخص لوحده. قبل ما نبدأ خلي بالك ان اي معلومة بتتكتب لازم تبقى دقيقة جدا ومطابقة للواقع. مش هنخترع ارقام ومش هنكتب حاجات مش موجودة فعلا، لان ده ممكن يعمل لك مشكلة كبيرة قوي في المستقبل. هنمشي خطوة بخطوة بعقلانية شديدة جدا وبشكل يخليك فاهم انت بتكتب ايه بالظبط وليه. اول حاجة الابليكيشن الاي 134 ده بيتقدم علشان خاطر توفر دعم مالي للشخص المستفيد طول فترة اقامته المؤقتة هنا في امريكا، يعني مدة مؤقتة مش اقامة دائمة. وده فرق مهم جدا في فهم الهدف من الابليكيشن ده. الحكومة بتبص على الفكرة الاساسية، هل الشخص ده عنده دعم كفاية ولا لا. طيب مين هو اللي بيقدم الابليكيشن ده الاي 134؟ الشخص اللي هيقدم الدعم المالي هو اللي هيقدم الابليكيشن ده، يعني هو الراعي او الكفيل المالي، مش المستفيد اللي هيملاه بنفسه الا لو في ترتيب مختلف على حسب الحالة. بس كقاعدة عامة اللي بيتعهد بالدعم هو اللي بيقدم الاقرار ده بنفسه. طيب مين هو المستفيد؟ المستفيد هو الشخص اللي هيستفيد من هذا الدعم، وده اللي هيجي هنا امريكا او موجود بشكل مؤقت هنا في امريكا. خلي بالك قوي من كلمة مؤقت دي. لو عندك اكتر من مستفيد لازم تعمل فورم مستقل لكل واحد فيهم. ما ينفعش تكتب اسمين او ثلاثة في نفس الابليكيشن وتقول خلاص كده انا ابقى تمام. خلينا نفهم الجملة الاساسية اللي مكتوبة في الوصف الرسمي للابليكيشن ده. الجملة دي بتقول استخدام الفورم ده علشان توافق دعم المستفيد ماليا خلال اقامته المؤقتة هنا في امريكا. وبرضه بتقول لازم تقدم فورم منفصل لكل مستفيد على حدة. ده يقودنا لاكبر غلطة ناس كتير قوي بتعملها، ان هم بيفتكروا ان فورم واحد ممكن يكفي لعيلة كاملة، وده مش صح نهائي. كل شخص ليه ابلكيشن خاص بيه، حتى لو نفس الداعم المالي ونفس العنوان ونفس كل حاجة لازم يكون ابلكيشن منفصل. طيب قبل ما تملأ الفورم ده اسأل نفسك كام سؤال بسيط. هل انت فعلا ناوي تتحمل دعم الشخص ده خلال اقامته المؤقتة هنا في امريكا؟ هل معلوماتك المالية والوظيفية ثابتة وتقدر فعلا تثبتها لو اتطلب منك ذلك؟ هل عندك كل بيانات المستفيد مكتوبة صح زي الباسبور والاسم وما إلى ذلك؟ لأن فكرة الفورم نفسها قائمة على الدقة مش بس على الإقناع بالكلام. كل ما تكتب معلومات واضحة ومباشرة الموضوع هيبقى أسهل بكتير قوي في المراجعة، وكل ما تبقى البيانات ناقصة أو متلخبطة ده هيزود من احتمالية التأخير أو الطلبات الإضافية اللي ملهاش أي لازمة خالص. خلينا نتكلم عن معنى الدعم المالي هنا بشكل عملي. مش شرط يبقى في تحويل فلوس يوميا لهذا الشخص المستفيد، لكن معنى ان الشخص مش هيحتاج مساعدات حكومية وهو موجود هنا على إقامة مؤقتة في أمريكا. ومعناه برضو ان في حد قادر ان هو يساعده لو اضطر ان هو يحتاج لسكن او مصاريف أساسية. الابليكيشن ده بيعتبر تعهد، فخلي بالك وخلي التزاماتك قد اللي تقدر عليه فعلا. واهم نقطة هنا هي الإقامة المؤقتة. الموضوع محدد بفترة إقامة الشخص ده المؤقتة في أمريكا، مش معناه انك ملتزم طول العمر قدامه، ولا معناه ان دي نفس الفورم بتاعت الإقامة الدائمة او بتاعت ملفات لم الشمل الجرين كارد. احنا هنا ملتزمين بالنص اللي بيقول for the duration of their temporary stay. وانا من اول الفيديو قاعد اقول الإقامة المؤقتة الإقامة المؤقتة الإقامة المؤقتة، معناها انه الابليكيشن ده حد بيعمله هنا من داخل امريكا اللي هو الداعم المالي لشخص مستفيد من خارج امريكا اللي هو المستفيد اللي عايز يجيبه امريكا على طريق فيزا مؤقتة زي فيزا الخطوبة الفيانسي فيزا او فيزا السياحة البي 1 بي 2 فيزا. في ناس دلوقتي ممكن تسأل طيب هل هو الابليكيشن الاي 134 هو نفسه الاي 864 بتاع الدعم المالي؟ اللي نقدر نقوله من الوصف اللي معانا ان الاي 34 ده مخصوص لدعم مؤقت فقط، وده واضح جدا جدا من كلمة temporary stay اللي هي الموجودة في التعريف الخاص بالفورم وفي الانستراكشنز او التعليمات بتاعة الابليكيشن ده. فما تحاولش انك تخلط بين الابليكيشنز وخلي كل فورم في مكانه حسب الغرض منه. طيب تعالى نفهم السيناريوهات اللي بتحتاج الابليكيشن الاي 134 ده بشكل عام. الفورم ده مرتبط بالcertain immigration benefits، وده على حسب الوصف الرسمي للابليكيشن. يعني مش كل الحالات، في مزايا هجرة معينة بس هي اللي بتطلبه. لو انت مش متأكد لازم تراجع الجهة اللي طلبت منك هذا الابليكيشن او تعليمات الحالة او الشخص المستفيد بيقدم عليها. كمان مهم جدا انك تفهم ان الابليكيشن ده مش مجرد ورقة وخلاص، ده اقرار رسمي او رسالة رسمية للحكومة الامريكية انك مسؤول ماليا عن دعم هذا الشخص لفترة مؤقتة اللي هي فترة وجوده المؤقتة هنا في امريكا. فما ينفعش انك تستهين بيه ابدا او تملاه بسرعة من غير ما يكون في مراجعة دقيقة عليه. طيب نمشي باسلوب
عملي في التحضير. اول حاجه اجمع بياناتك انت كداعم، اسمك القانوني، عنوانك، طريقه التواصل بتاعتك، رقم التليفون والايميل وما الى ذلك. وبعد كده اجمع بيانات المستفيد اللي هو الشخص اللي هو من خارج امريكا، اسمه القانوني طبعا بالظبط زي ما موجود في جواز السفر او في شهاده الميلاد، ومعلوماته الاساسيه كامله. ولو في اكتر من مستفيد تاني اعمل ملف لكل واحد علشان خاطر ما تلخبطش البيانات مع بعض. وانا هنا ممكن انصحك انك تكتب كل حاجه الاول على ورقه او في ملف مثلا على الوورد في الكمبيوتر بره الابلكيشن خالص علشان خاطر ما تلخبطش في الابلكيشن نفسه. بعد كده تبدا تدخل المعلومات دي وتبدا تملى الابلكيشن بكل هدوء وتراجع كل خانه قبل ما تكمل الخانه اللي وراها، وده بيقلل جدا جدا من الاخطاء اللي بتحصل بسبب الاستعجال او التشتت. ده بالظبط اللي انا بعمله في شغلي كل يوم مع محامين الهجره المختلفين اللي انا بشتغل معاهم. طيب تعالى دلوقتي نرجع لنقطه اللي هي بتقول فورم منفصل لكل مستفيد، لان دي محور الموضوع هنا. تخيل مثلا ان عندك اكتر من مستفيد، زوجه وطفل مثلا، يبقى انت كده لازم تملأ 2 فورم نفس الداعم لكل نسختين منفصلتين وكل نسخه باسم مستفيد مختلف. لو عندك 3 مثلا مستفيد يبقى لازم تقدم 3 ابلكيشن مع كل كيس وهكذا، وده طبعا من غير اي استثناء في القاعده. وطبعا لازم يبقى واضح في كل نسخه منهم مين هو المستفيد المحدد، يعني ما ينفعش انك تسيب خانه المستفيد عامه او تكتب مثلا العائله. الفورم بيتعامل مع شخص واحد محدد وده اللي لازم يظهر بوضوح في الابلكيشن ده. نيجي بقى لنقطه مهمه جدا في الابلكيشن ده اللي هي معنى كلمه agree to provide financial support، يعني انت بتوافق رسميا قدام اداره الهجره او الحكومه الامريكيه، مش بتقول احتمال او ممكن او هشوف او ما الى ذلك. اللغه هنا هي لغه تعهد، فلازم تملى كل البيانات بروح المسؤوليه والوضوح. ولو انت مش قادر ان لو في اي حاجه لا قدر الله حصلت، الافضل طبعا انك ما تدخلش نفسك في اي التزام ما تعرفش تكمله. ولو انت بتدعم حد مؤقت ده معناه انك لازم تكون جاهز لو اتسالت عن هذا الدعم. مش شرط طبعا يحصل سؤال، ونادرا ممكن ان هو يحصل سؤال، بس لازم تبقى جاهز بمعلوماتك الصحيحه وبياناتك الكامله. وده بيخلينا نقول ان اهم حاجه في هذا الابلكيشن الاي 134 هي الصدق والامانه والدقه في البيانات. طيب ايه هي الاخطاء الشائعه اللي لازم انت تتجنبها وانت بتعمل الابلكيشن ده؟ اول خطا، تجنب اسم المستفيد بطريقه مختلفه عن اللي موجود في الباسبور، حتى لو الاختلاف حرف ممكن يعمل لخبطه في المطابقه بين البيانات ويأخر لك الاجراءات بدون اي داعي. فخليك حرفيا مع الاسم القانوني زي ما هو مكتوب رسميا في الباسبور بتاع الشخص المستفيد. تاني خطا، تلخبط بيانات مستفيدين في ابلكيشن واحد، زي ما اتفقنا لكل مستفيد فورم مستقل بدون اي دمج. تالت خطا، تكتب معلومات غير دقيقه عن الدعم لانك فاكر ان ده ممكن يبقى شكله احسن قدام اداره الهجره. اي معلومه مش دقيقه ممكن ترجع عليك انت وعلى المستفيد بنتيجه عكسيه وبمصيبه سوداء. رابع خطا، انك تسيب خانات اساسيه فاضيه من غير سبب واضح. لو في مثلا خانه لا تنطبق عليك، اتاكد ازاي الابلكيشن ده بيطلب انك تتعامل معاه. احيانا بيكون مطلوب انك تكتب حاجه ان اسمها ان ايه او not applicable، او تسيبها فاضيه على حسب ما تعليمات الابلكيشن بتقول بالظبط. وهنا نرجع لنقطه مهمه، انك لازم تقرا تعليمات كل ابلكيشن قبل ما تملاه بنفسك. المهم انك ما تعملش اي فراغات عشوائيه تخلي اللي بيراجع يبقى محتار او قلقان من البيانات اللي مكتوبه. خامس نقطه او خامس خطا، عدم مراجعه ان ده فورم لكل مستفيد على حده قبل الارسال. ناس كتير بتكتشف الغلطه دي بعد ما بيبعتوا الابلكيشن ده للاسف، وبيضطروا ان هم يعيدوا من الاول، وده بيضيع عليهم وقت طويل جدا، خصوصا لو الموضوع مرتبط بموعد في السفاره او خطوه بعدها مباشره. دلوقتي خلينا نعمل تلخيص سريع جدا يساعدك قبل ما تبدا في تنفيذ الابلكيشن ده. الاي 134 هو اقرار دعم مالي لمستفيد خلال اقامته المؤقته في امريكا. لازم فورم منفصل لكل مستفيد حتى لو نفس الداعم ونفس الاسره. لازم تكتب بياناتك بشكل دقيق جدا وخليك واضح وراجع كل حاجه قبل ما تبعت الابلكيشن ده للمستفيد. ولو انت مسؤول عن اكتر من نسخه، اعمل نظام بسيط للتاكد من صحه البيانات اللي انت بتكتبها في كل ابلكيشن عشان تبقى متاكد ان كل حاجه مكتوبه بشكل مظبوط. مثلا ملف باسم كل مستفيد وفي نسخه الابلكيشن بتاعته والمعلومات الخاصه بيه. وبعد ما تخلص راجع الاسم كويس جدا وتاكد ان النسخه دي تخص الشخص الصح. الخطوه دي لوحدها ممكن تقلل نسبه الاخطاء بنسبه 90% مثلا. في النهايه خلي هدفك ان الابلكيشن ده او الفورم ده يعكس الحقيقه بكل بساطه. مش مطلوب منك انك تكتب كلام كتير في هذا الابلكيشن، المطلوب هي بيانات صحيحه بنسبه 100% على قد ما تقدر، وتعهد واضح وتنظيم محترم للبيانات اللي انت بتكتبها. ومع القاعده الاساسيه نسخه واحده لكل مستفيد، هتلاقي الدنيا كلها مستقيمه وماشيه بكل سلاسه. في النهايه انا عندي فيديوهات كتير هنا في القناه عن كل حاجه تقريبا تخص السفر والهجره والمعيشه في امريكا. الفيديو ده هو اللي اليوتيوب مختاره ليك دلوقتي، ممكن يكون هو الفيديو المهم بالنسبه لك في الفتره اللي جايه. شكرا جدا جدا لمتابعتك، اتمنى لك كل التوفيق.